اما وصلت لقيت الباب مفتوح، ولقيت حاجه ما كنتش اتوقعها ابدا. بدل ما الاقيهم بيتخانقوا لقيت جثه ابويا في الصاله، جسمه كان مقطوع بالكامل. جريت باسرع ما يمكن لاوضه اختي، بس في الطريق لقيت دم في المطبخ. كنت عارف ده معناه ايه. لقيت جثه امي ومليانه بالجروح والطعنات. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، جايه لكم النهارده بقصه جديده. بس قبل ما نبدا، لو دي اول مره تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل القصص الجديده اول باول. وما تنسوش تعملوا لايك للقصه عشان توصل لاكبر عدد ممكن. اسمي ادم، وانا بحب افلام الرعب سواء كانت الافلام الكلاسيكيه او الاحدث. عاده بستمتع بيهم كلهم، وعشان اكون صريح فالسبب في كده هو انهم ما بقوش بيخوفوني. وده مش عشان الافلام دي وحشه او عشان انا شجاع جدا، لا خالص، العكس تماما. بس السبب اللي خلاني مش بخاف منهم هو اني عشت حاجه اسوأ بكتير. زي ما بيتقال دايما الواقع بيغلب الخيال. بدأت كل حاجه اما انفصلت اختي لينا عن جوزها اللي كان بقالهم مع بعض 3 سنين. وفي اللحظه اللي هي شافت فيها الرسائل بتاعته واكتشفت انه بيخونها سابها. قلت لها ان هو ما كانش كويس ليها وانها هتكون احسن، بس هي ما كانتش بتسمع. هي كانت مهووسه بيه، ومع الوقت هو بطل يرد عليها وبقت مكتئبه اكتر واكتر. انا ما كنتش عايش معاها هي وابويا وامي. هم قالوا لي انها يا دوب بتاكل وقافله على نفسها اوضتها. ولما اتكلموا معاها عرفوا انها بتتفرج على افلام الرعب. لينا عمرها ما كانت بتحب افلام الرعب، في الحقيقه هي كانت بتكرهها، بس جوزها كان بيحبه. اكيد كانت عايزه تستعيد ذكرياتهم مع بعض. كنت عارف ان المفروض احاول اهديها عشان ما كانتش بترد على ابويا وامي، وعشان كده قررت في يوم افاجئها. كم مره قلت لكم محدش؟ ايه ده انت؟ هو انا جيت في وقت مش مناسب؟ لا، انا لسه بادئه اتفرج على فيلم، تيجي تتفرج معايا؟ اكيد. في اليوم ده قضينا اليوم كله في فرجة افلام الرعب، والافلام ما كانتش حلوه قوي، فهي كلها افلام جديده وما كانتش مخيفه. وانا استفدت من الوقت ده واتكلمت معاها عن حياتها مع طليقها وازاي هي تكون احسن، وبعدين اقترحت عليها افلام احسن. وبعد ما خلص الفيلم وافقت تتفرج على فيلمي المفضل تشاكي. في الافلام الاولى لينا ما كانتش مركزه وكانت بتبص حواليها كانها بتفكر، بس لما اتفرجنا على تشاكي بقت حد تاني. كانت مركزه جدا وبتتفرج باهتمام زي ما تكون اخدت القرار الصح. مشيت وكنت قلقان. من ناحيه قدرت اتكلم مع اختي، ومن ناحيه تانية عرفت انها خلال اسبوع هتقابل طليقها. طول الاسبوع لينا كانت بتتكلم عن تشاكي كل يوم. انا فكرت انها بتعمل كده عشان متوتره انها هتقابل طليقها، عشان كده كنت بجاريها في الكلام لحد ما جه اليوم المشؤوم. في اليوم ده جات لي مكالمه من امي، قالت لي انها خايفه لانها سمعت لينا بتعيط وتصرخ كتير. ابويا كان كبير ما يقدرش يعمل حاجه لو لينا اتخانقت مع طليقها. اخدت عربيتي ورحت عنده. ما اخدتش وقت طويل. اما وصلت لقيت الباب مفتوح، ولقيت حاجه ما كنتش اتوقعها ابدا. بدل ما الاقيهم بيتخانقوا لقيت جثه ابويا في الصاله، جسمه كان مقطوع بالكامل. جريت باسرع ما يمكن لاوضه اختي، بس في الطريق لقيت دم في المطبخ. كنت عارف ده معناه ايه. لقيت جثه امي ومليانه بالجروح والطعنات، بس كمان صوابعها ما كانتش موجوده. حد قتلها بوحشيه اكتر من ابويا. كان الموضوع جنوني بالنسبه ليا. قعدت على الارض عيط ونسيت كل حاجه تانية. ابويا وامي ماتوا، وفجاه سمعت صريخ رجعني من اللي انا فيه. اختي كانت بتصرخ في اوضتها. في اللحظه دي فهمت اللي عمله طليقها وممكن يعمل معاها هي كمان كده. اخدت سكينه من المطبخ وجريت لاوضه اختي عشان اقتل الراجل اللي قتل عيلتي وبيهاجم اختي. بس لما فتحت الباب وقعت على الارض مش مصدق اللي شايفه. طليقها كان هناك زي ما توقعت، بس مش هو اللي ماسك السكينه، هو كان على الارض مطعون. ولينا واقفه ولابسه لبس تشاكي. ادم، جيت في الوقت المناسب. لينا انت بتعملي ايه؟ انا قويه زي ما كنت عايزني، اما فرجتني على الفيلم ده. ايه؟ شكرا ليك. انا دلوقتي قويه كفايه عشان ما اعتمدش على حد. ابويا وامي مش هيأمروني، ومش هتضايق لو سابني فهد. هكون شريره زي تشاكي. واما لفت انا فهمت ليه كانت لينا بتصرخ. وشها كان كله جروح. اكيد كانت عايزه تقلد الجروح اللي كانت على العروسه تشاكي في الفيلم، بس جروحها كانت مختلفه. كانت بتنزف والدم على وشها. دي مش اختي، دي حتى ما كانتش تشاكي، كانها وحش بتبصلي.
لينا انت اتجننتي، انت مش في وعيك. انا مش في وعي؟ انا شايفه اخويا هيكون مصدر ازعاج زي ابويا وامي. ايه اللي بتقوليه ده يا لينا؟ انا بس بساعدك. انا مش عايزه مساعده من حد يا ادم، انا سعيده دلوقتي، ولو ما قدرتش تفهم ده لانك زي بابا وماما مصيرك هيكون زيهم. طلعت السكينه اللي معايا بس هي ما خافتش، زي ما تكون عارفه اني مش هاذيها وهي عندها حق. قربت مني بالراحه ووشها كله دم والسكينه في ايديها. انا متاكد ان ده اللي حصل مع ابويا وامي، كانوا يقدروا يوقفوها بس ما عملوش. محدش كان عايز يأذيها. وقفت قدامي ولسه هتهاجمني بس حاجه انقذت حياتي. فهد ضربها قبل ما تهاجمني. الاوان فات ان اعرف اخرج من هنا. اخرج انت دلوقتي. لينا بقت اكتر غضب من اي وقت تاني وبدات تطعنه لحد ما مات. جريت باسرع ما يمكن. لما وصلت عند باب البيت وبصيت ورايا لقيت ان لينا مش ورايا. ما كانتش بتجري عشان تمسكني، كانت مشغوله بطعن فهد. اتصلت بالشرطه وفي خلال دقايق كانوا وصلوا البيت. ما كنتش عايزه اشوف اللي حصل، بس واحد فيهم قال لي انها كانت لسه بتطعن في فهد. لحسن الحظ هي ما هاجمتش الشرطه ومشيت معاهم على طول. اتحكم عليها بالسجن مدى الحياه. في البدايه كنت بزورها كل اسبوع بس في النهايه بطلت اعمل كده. هي ما بقتش اختي. صوتها وتعبيرات وشها بقت شبه جروح وشها، والعلامات اللي في وشها خلتها بالظبط زي تشاكي. مش فاهم ازاي فيلم ممكن يتسبب في كل اللي حصل. جايز هي كانت جاهزه لده. انا ما قدرتش ابدا اتفرج على الفيلم ده تاني، وعمري ما هنسى اليوم ده. اليوم اللي مش بس فقدت ابويا وامي، لا كمان اختي. لو عجبتك القصه ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول.